بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت هنا في السنتر واعرف استاذ سعد من زمان وعلاقتي بيه علاقه طيبه جدا جدا جدا. وبعدين جالي هنا في مره وبدا يحكي لي عن علم اسمه ريفلكسولوجي. انا قعدت احفظ فيها بقالي كام اسبوع دلوقتي. فانا طبعا من النوع اللي بحب العلم قوي، بحب اشوف ايه الجديد واحب اشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس لما جيت اعرف هو بيكشف ازاي استغربت جدا. لما بيقول لي بكشف على رجلين من تحت وكعب الرجل وفي كذا وفي قاعد يوصف لي على حاجات غريبه بصراحه. فقدرا كنت لسه متوضي وكنت لسه لابس الشبشب بتاعي. اول ما جه بيتكلم معايا قلت له طب استنى، رحت رافع البنطلون ومطلع له رجليا فوق الباك، قلت له شوف لي بقى وقول لي ايه القصه ماشيه ازاي. وانا كنت قبلها بحوالي اسبوعين او 3 اسابيع كان حصل موقف في ظهري، في اسفل ظهري خالص، ان انا شلت حاجات جامده شويه عملت فيها مازنجر وظهري كان بيألمني جدا، وخدت مجموعه حقن جامده جدا وعملت حجامه وحاجات كده كتير عشان ظهري، وكان لسه الاثر ما ظهرش. استاذ سعد مسك رجليا وقعد يبص فيها شويه كده تفحصها، وبعدين قال لي انت عندك مشكله في العصعوص في اخر ظهرك. وانا كنت لسه قاعد عمال امد ظهري لقدام عشان ايه الالم اللي فيه. فبصيت له كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده مخاوي جني ولا ايه حكايته بالظبط؟ فقلت له بص، هو انا فعلا بقالي فتره بتعالج من ظهري بس الحمد لله بدات احس بتحسن. قال لي ماليش دعوه، انا بتكلم على اللي انا شايفه قدامي. قلت له لا، ان كان على الالم في الم، في الم. ايه تاني؟ قال لي عندك مشكله في الاملاح. وانا فعلا عندي اول ما بعرق او بحس بكده بلاقي الدنيا بيضت خالص وكتفي بيض، وبقت مشكله جامده جدا بالنسبه لي، وبقعد اشرب عصير اصلا كتير عشان موضوع الاملاح. لقيت راجل بيتكلم بجد، والله ده مش تهريج يا جماعه، ده مش ما بيقراش فنجان ولا بيقرا كف، ده فعلا راجل بيتكلم حقيقي. فانا بصراحه هنا في سنتر، انا في سنتر خطوه في الهرم، رحت جاي استاذ سعد قلت له تعالى بقى زي ما انا سمعت وشفت، تعالى لي واعمل محاضره قول للناس على البتنجان اولوجي اللي انت بتعمله ده، وعرف الناس الدنيا ماشيه ازاي. الناس جايين عشان يحضروا محاضره عن التربيه وكيفيه التربيه والحاجات دي كلها. بصوا لقوا واحد بيطلع لهم صوره الرجلين، حط رجليه في وشهم كلهم عن طريق صوره دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا والعلم وبتاع. واحد من الناس اللي قاعده راجل فقري جدا ودمه زي الشربات، طلع بره وقال انا عايز شبشب عشان اتوضى. رحت مديله شبشب من بره، بدل ما يتوضى راح داخل على القاعه وفي وسط الناس وفي لحظه واحده يا استاذ سعد شوف لي بقى رجلي انا فيها ايه. طبعا موقف قدام الناس كلها، الناس كلها بصت. حاجه من اتنين، يا الاخ اللي اسمه سعد ده راجل بجد فاهم وعارف وبيقول ايه، يا راجل بقى بتنجان بيضحك علينا وبياكل علينا حلاوه، والسنتر ده سنتر بقى مش مظبوط، هنكسر السنتر واحنا خارجين. الناس كلها ايوه ادي ورينا بقى هتعمل ايه. بس سعد احترم ورقه وقلم وبدا ان هو انت عندك مشاكل في عسل الهضم وعندك مشكله في التبول وفي ده. ايوه ايه ده عرف يا جماعه، ده عرف. وبدا الراجل مش مصدق نفسه ان الاستاذ سعد عرف اللي فيه، وعندك كذا وعندك كذا. طبعا طلع الراجل ايه، شركه على الاخر. الناس كلها بقت قاعده شايفه قدام عينيها، والراجل ده جاي من طرفي. لو كان جاي من طرف الاستاذ سعد كنت انا هقلق، لكن ده جاي من طرفي انا، واول مره يجي لي السنتر. بنته بتحضر معانا حاجات هنا للطلبه وكده. طبعا الموقف كله على بعضه كان اهو لايف اهو قدام الناس كلها. والاستاذ سعد يعني طلعوا فعلا عندك كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا انا باخد دواء كذا وباخد كذا. قالوا طب اقعد معاك واقول لك تمشي ازاي في الادويه وازاي تمشي معايا في الجلسات. عشان الراجل طلع بره قال لي ده طلع راجل ده بيتكلم صح، ده راجل جميل جدا، ده انا هجي لك وهبعت لك ناس وانا نفسي محتاج كذا وكذا. قلت له ربنا يسهل احنا مع بعض ان شاء الله، وباذن الله الراجل الفتره الجايه هيبدا ياخد جلسات مع استاذ سعد. يمكن ربنا يجعل هذا العلم سبب في الشفاء بدل ادويه ثانيه كتير يمكن ليها اثار جانبيه ويمكن تكون بتاثر بشكل جيد على المرض لكن بتاثر بشكل سلبي على الكبد والكلى والحاجات دي كلها. ربنا يوفق الجميع ويوفق كل انسان ماشي مظبوط وكل انسان بيمد ايده بيد العون للناس كلها. يمكن ربنا يجعل هذا العلم فتحه خير وبدايه خير. يمكن كل يوم بنسمع عن حاجه جديده، لكن علم زي ده الواحد ما كانش متخيل ابدا ان في مصر يكون في الكلام ده. ربنا يوفق استاذ سعد فاروق ويجعله سبب للخير دايما. وانا شخصيا حبيته في الله، وبعد اللي شفته وشفت دعوات الناس ليه بعد ما بيحضروا الجلسات لغايه دلوقتي، واحده بدات معاه وكانت بتعالج بقى لها 4 سنوات ووصلت لمرحله اليأس، لكن عندها ثقه في الله سبحانه وتعالى، وسافرت المنوفيه وسافرت المنصوره ولفت ورا دكاتره سمعت عنهم كتير، وناس بيعالجوا معرفش بالايه وقرصه النحل، ولفت لف رهيب وصرفت مصاريف رهيبه بقى لها 4 سنوات 4 سنوات بتعالج. الحمد لله رب العالمين مع جلستين مع استاذ سعد حاسه بفرق رهيب، حاسه بقدره غريبه. كانت جعانه بقى لها رمضان، من رمضان اللي فات لغايه رمضان ده لاول مره تقول لجوزها انا بقيت افهم يعني ايه جوع، انا حاسه بالجوع، انا عايزه اكل. كانت مفتقده تماما لاحساس الجوع.
انا حاسس ان في خير جامد جدا للست دي، وانا في قمه سعادتي ان السنتر بتاعي سنتر خطوه فعلا بقى سبب في ان واحده زي دي بدات تحس بالسعاده، وبدات جوزها يحس بالتقدم بعد ما لفوا على دكاتره مصر والناس كبيره ومدرسين مساعدين ومدرسين اوائل. ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ده سبب للخير، وان ربنا سبحانه يشفي الناس كلها على ايد هذا الرجل. جزاك الله خيرا يا استاذ سعد، جزاك الله خيرا، وكفايه عليك الدعوات اللي بتسمعها من الناس كلها. شكرا.